بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. وصفتنا سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد. معاكم ايمان علي من كوكينج ايمان علي. هنا دلوقتي معانا النهاردة كوباية دقيق وبصلاية زي ما انتم شايفين كبيرة ومقطعة، وطماطماية كبيرة وفلفل، ومعانا البهارات بتاعتنا. اي بهارات عندك تستخدميها. هنا انا استخدمت ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبرة وشطة. اي حاجه موجوده عندك، بهاراتك المتاحه اللي تحبيها في اكلك. ومعانا 6 بيضات. يلا نسمي الله كده ونبدا وصفتنا. هنا بصوا بقى، جبنا البصلايه وحطيناها في معلقتين زيت، وهنسيبها بقى تتحمر كده على نار هاديه. كده نسيبها كده تتحمر على نار هاديه كده لحد ما تاخد اللون البني اللي احنا عايزينه. بعد كده بقى في الوقت ده انا قررت ان انا اضرب البيض مع الدقيق مع الخضره مع البهارات بتاعتي كله مع بعضه. وحطيت لها ربع كوبايه لبن. كل ده مع بعضه. حطيت له طبعا رشه بيكنج باودر، او ممكن تحطي كربوناتو اللي تحبيه. وهنبدأ بقى كده كل ده نضربه مع بعضه هنا بس. ورجعنا للبصلة بتاعتنا لما اتحمرت اللون ده، هنسيبها تكمل وتبقى تحمر اكتر من كده شوية كمان، عايزينها بني. ايوه بصوا كده بقى، بسم الله ما شاء الله بقت حلوة زي ما انا عايزاها. هبدأ احط بقى الطماطمايه والفلفل عليها، بسم الله. تمام كده، ادي كده ايه، حطينا حاجاتها كلها على بعضها. هنسيبها تستوي شوية معاها. هنسيبها كده نقلبها في بعضها ونسيبها تستوي من غير اي حاجة. بصوا كده ما شاء الله استوت اهي، والالوان بتاعتها جميلة وباينة. يلا كده بقى ايه، كده جهزناها وخلاص. نسيبها تهدى شوية وتبرد شوية، ويلا نروح على حاجاتنا. هنا الحاجات اللي انا جهزتها، اللي هي البيض على الدقيق على الخضرة على البهارات بتاعتي، كله ضربته على بعضه. هبدأ بقى ايه، الخلطة بتاعتي لما خلصت واستوت هبدأ انزلها عليها، بسم الله. كده بقى ايه، شكلها كده هقلبهم مع بعض حلو، بسم الله. شايفين؟ سهلة وبسيطة وجميلة وحاجة كده يعني اقتصادية من الدرجة الأولى، وتنفع غدا وفطار وعشاء زي ما تحبي. وولادك هيحبوها جدا. بصوا ادي طريقتها، بصي سمكها. انا هنا وقتها حطيت لها برضو، عشان انا ما كنتش حطاها في المقادير، ربع كوباية لبن. هنا حطيت الصينية بتاعتي وفيها معلقة زيت، وسبتها على النار لحد ما سخنت. اول ما تسخن جامد واحس بدرجة الحرارة بتاعتها، هبدأ بقى ايه، انزل عليها بالخلطة بتاعتي واحطها في الفرن. وبصوا جمالها، بصوا بقت حاجة ما شاء الله. بصوا مستوية وجميلة ازاي يعني، وكانت هشة وفي نفس الوقت جميلة جدا. والوانها بصوا جميلة جدا. جربوها هتعجبكم. وصفة زي ما بيقولوا على قديمه. حاجة هتعجبكم جدا. يا ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها، اللهم أمين. وما تنسوش تعملوا اشتراك كده بقى للقناة ولايك وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.